السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. وبرضو لازلنا بنتابعهم وفرحانين طبعا، ده من فرحتنا بالمترو، حاجة جديدة هتغير وجه اسكندرية خالص. مترو اسكندرية اللي هو هيبقى علوي من أبو قير لحد محطة كفر عبده قبل سيدي جابر، ومن سيدي جابر هيبقى أرضي لحد محطة مصر. حاليا دلوقتي بيعملوا المحطات وقربوا يخلصوا الكمر في كل مكان. الكمر ده بيبقى سابق التجهيز في الورش بتاعتهم. عندهم الورش بتاعتهم اللي هي ناحية أبو قير في بعد تصن، وفي سموحة، في يعني أماكن بيجهزوا فيها وبيجيبوا الحاجات ديت على التركيب على طول. بعض الأماكن برضو بقوا يعملوا بيجهزوا عشان يركبوا القضبان. الحاجات دي بتتعمل بالليل، لا تركيب الكمر دوت ما حدش طبعا لان عشان يعني ما يعرضوش الناس للخطر، لان طبعا بيستخدموا اجهزة او معدات تقيلة يعني، وبيبقوا مش عايزين مرة او كده يعني، عشان ما حدش يتعرض للخطر يعني. هنا هتبقى مكان محطة المعمورة البلد، مكانها القديم. هي المكان ده اهو، انتوا تلاحظوا انه بيبقى فيه الكاميرا في كل مكان، وبعدين يجوا مكان المحطة بيبقى فاضي خالص اهو لسه، لان طبعا العمدان وكده بتبقى مختلفة عن العمدان التانية اللي هي عليها الكاميرا اللي هيمشي عليها القطر المترو يعني. كل الحتة دي كلها كده هيعملوا فيها المحطة. اول محطة طبعا انا وريتها لكم اللي هي كانت محطة تصن. اول محطة بدأوا يعملوها وبنت معالمها يعني في المكان بتاعها يعني، اللي هي قدام مستشفى التأمين، واخدة يعني من مستشفى التأمين لغاية بعد إن شاء الله يعني لسه بيمدهم هيعملوها لحد الفتحة بتاعة الإدارة، لأن طبعا المحطة بتبقى طول المترو نفسه، طول العربيات بتاعته، فبتاخد مساحة كبيرة يعني. هنا المزلقان بتاع الإصلاح، المعمورة الإصلاح. محطة بقى الإصلاح هي اللي رحلوها شوية بعيد، خلوها قصد الملاهي بتاعة المعمورة، اللي بيجي المعمورة الشاطئ عارف مكانها، قصد المعمورة الشاطئ. العمل طبعا على قدم وساق، ربنا يقويهم بإذن الله ويتم على خير يا رب في ميعاده. ادي المعدات اللي بيعملوا بيها دي، طبعا ما بيستخدموهاش في النهار يعني، دايما بيستخدموها بالليل ساعة ما يبقى ما فيش حد من الناس يعني وكده، بنطلع نلاقي الكمر ركب، لكن بالنهار ما بيعملوش تركيب الكمر ده يعني بالنهار. هيبقى فيه طبعا المحطات من ابو قير لحد كفر عبده. يبصوا بدأوا يعملوا مهمة استعدادا للايه، للقضبان يعني وكده، الحديد اللي هو راكب على جنب ده، وبعدين عملوا سور من فوق كده، بيعملوا سور هو حديد زي ما انتم شايفين كده، لسه بيكملوا، ربنا يقويهم يا رب. هيبقى في المحطات من ابو قير لحد كفر عبده محطات علوية، وبعد كده من سيدي جابر لحد الحضر لحد محطة مصر هيبقى سطحي زي مكان ما كان بيمشي قطر ابو قير. في الكوبري اهوت اللي انتوا شايفينه، كوبري الاصلاح لسه معمول جديد، وفي كوبري تاني جاي برضو من جوه اسكندرية كده، لسه بيكملوه يعني. قصد الكوبري ده كده، قصاده كده في كوبري تاني الظاهر برضو هيبقى فيه تقاطع ما بينه وما بين المترو
والكوبري بتاع الإصلاح. طبعا المترو لما يبقى علوي هيوفر طبعا في الأرض كتير، هيبقى الشارع مفتوح على بعضه زي ما انتوا شايفين كده، قبلي وبحري. ده ناحية تانية هيبقى أسرع طبعا أكتر من الأول. يعني المشوار اللي كان بياخد ساعة لحد محطة مصر هياخده في تلت ساعة بس. هيستوعب عدد ركاب أكتر، هيبقى من كل ناحية هيبقى أفيد طبعا. في بعض الأماكن طبعا هتبقى فرصة إن هما يبقى في شارع لهم اتفتح زي بكوس وغبريال والظهرية، لأن ما عندهمش يعني الشوارع هناك ضيقة وكده، فهيبقى الشارع من تحت المترو فاضي، ممكن يستغل في إنه يبقى طريق يعني جديد له. هنا المحطة بتاعت الإصلاح الجديدة، اللي هي المكان الجديد بتاعها ده قصد الملاهي بتاعت المعمورة. دي المحطة اهي، ديت بيعملوا فيها اهي كل عمودين كده قصاد بعض، لكن المسار العادي بتاعه بيبقى عمود زي ما انتوا شايفين كده، عمود واحد بس. هنا المنطقة ديت منطقة هادية، لأن ما في يعتبر ما كانش فيه سكان خالص يعني. دلوقتي بدأوا طبعا بيبنوا مهمة عمارات وكده حوالين المكان هتتعمر. كانت أغلبيتها أراضي فاضية، ما فيش غير اللي هي المعمورة الشاطئ بس. العمار حلو طبعا، العمار حلو اهو كده. هنلفه كده ونشوفوا المحطة من محطة الإصلاح من الناحية التانية هتوضح أكتر قصد الملاهي على طول. يا رب المشروع يكمل على خير كده بإذن الله في 2026. هيبقى 15 كيلو علوي و6 كيلو سطحي. ان شاء الله دي المرحلة الاولى، وفي مراحل تانية باذن الله هيكملوا لحد ما يبقى 41 كيلو. دي الملاهي والمحطة قصادها بالظبط اهي، ولما يشيلوا الاسوار دي طبعا هتبقى مفتوحة قبل وبحري، مفيش لا قبل ولا بحري. يا رب يكمل المشروع على خير ونفرحوا بيه كلنا بإذن الله. يا رب تكون الجولة دي عجبتكم، ونرجع لكم تاني بإذن الله في جولة جديدة إن شاء الله، ونوريكم كل جديد وكل اللي بيحصل لمترو اسكندرية، ونطمنكم دايما كده بالحاجات الجديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.